اول حاجه ان هو لو الكوره راحت لليد اللي انا معلم عليها ديت يبقى ضربه الجزاء موجوده، لان هنا اليد مكبره حجم الجسم. لما نشوف مع بعض كده اهوت هتلاقي فعلا الكوره راحت لليد. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا لعيب الحرس كان بيطلب المخالفه على لعيب نادي الزمالك. شوف مع بعض كده هتلاقي لعيب الزمالك عامل فعلا التحام بالقدم. هنا طبعا الحكم ما حسبش حاجه وقرر الحكم قرار خطا. نروح للحاله اللي بعديها وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت على فريق نادي الزمالك، ونشوف مع بعض هل لمسه اليد فيها تعمد ولا لا. اول حاجه ان هو لعيب نادي الزمالك ساند باليد على الارض، لكن مش دي اليد اللي فيها المشكله. تعال نشوف بقى مع بعض كده اهوت اليد اللي فيها المشكله هي دي اللي انا معلم عليها. الكره لو راحت لليد في الوضع دوت يبقى مفيش ضربه جزاء، لكن لما نمشي مع بعض كده اهوت اللقطه هنلاقي ان لعيب نادي الزمالك اليد اتغيرت وبدا يكبر حجم الجسم بايديه علشان يوقف الكوره زي ما احنا ما شايفين مع بعض. هنا بقى يبقى ضربه الجزاء صحيحه، لكن لو كانت فضلت زي ما هي في الوضع دوت هقول لك مفيش ضربه جزاء، لان اللعيب طبيعي وقع على الارض فايديه طبيعي تنزل على الارض وطبيعي هيسند عليها، لكن اللي مش طبيعي ان انت تغير اتجاه ايديك. فطبعا هنا هوت ضربه الجزاء صحيحه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها. الحلقه دي هتثبت لك قد ايه التحكيم عندنا ما يعرفش القانون كويس. اول حاجه ان هو لعيب حرس الحدود رجع الكره لحارس المرمى بتاعه. لما نشوف مع بعض كده هو هتلاقي هنا حارس المرمى هو كمان ما يعرفش القانون، يعني هنا الحارس اترمى ومسك الكره. هنا بقى الحارس مش عارف القانون ان ما ينفعش يمسك الكره، وحكم الساحه ما يعرفش ان القانون برضو بيقول له ما ينفعش الحارس يمسك الكره، وحكم الرايه هو كمان ما يعرفش ان في قانون بيقول ان الكره طالما راجعه من المدافع الحارس ما ينفعش يمسكها. فطبعا هنا بيوصل لك قد ايه التحكيم رايح في حته تانية. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا خطا على لعيب الحرس. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لاعب بيستخدم اليد مع لعيب الزمالك، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرر الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام من لعيب حرس الحدود على قدم لعيب نادي الزمالك. هنا طبعا الحكم ما كانش حسبها، وبعد رجوعه للفار وشاف اللقطه ديت حسب ضربه الجزاء. طبعا قرار الحكم قرار صحيح وضربه الجزاء صحيحه. نروح للحلقه اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى لفريق نادي الزمالك. هنشوف مع بعض هنا لحظه لعب الكره. هتلاقي لعيب نادي الزمالك دوت في وضع التسلل. طبعا الكره راحت لحارس المرمى وردت للاعب، فطبعا هنا اللاعب لحظه لعب الكره في وضع التسلل مش محتاجه اي خطوط. لعيب نادي الزمالك سابق كل المدافعين، فهنا طبعا الغاء الهدف قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها وهنا لعيب الزمالك كان بيطلب المخالفه على لعيب حرس الحدود. شوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وفي شد. هنا الحكم ما حسبش حاجه وساب اتاحه الفرصه. بعدها بقى في التحام ما بين الاثنين لعيبه. بعد كده حصل دفعه، ممكن الدفعه دي الحكم يشوفها انها دفعه خفيفه ومش مستاهله يحسب مخالفه. اول حاجه هنا طبعا اللعبه بره خط ال 18 فالفار مش هيتدخل، لكن هنا الحكم ما حسبش مخالفه. ماشي، هو ممكن يشوف ان هي مش مستاهله، لكن ما ينفعش يدي لعيب الزمالك انذار. صراحه انذار غير مستحق. نروح للحلقه اللي بعديها. الحلقه دي مهمه وهي ضربه الجزاء اللي اتحسبت لفريق حرس الحدود. هنا الحكم حسب ضربه الجزاء وكمان ادى طرد للاعيب نادي الزمالك، وبعد كده رجع في قرار الطرد. طيب اول حاجه هنا ضربه الجزاء موجوده والمسك موجود من لعيب نادي الزمالك، وطالما هنا في ضربه جزاء ولاعيب حرس الحدود منفرد، طالما في انفراد وعنده فرصه ان هو يلعب الكوره، الطرد صحيح 100%. كونه بقى ان الحكم يرجع عن قرار الطرد فده خطأ من الحكم. كان واخد الاول القرار صحيح، كان طرد مستحق، لان هنا لعيب حرس الحدود ما فيش اي مدافعين تاني، ده اخر مدافع معاه، يعني بعد اللعبه دي كان يقدر يسجل هدف. فطبعا هنا ان الحكم يلغي الطرد ويديله انذار ده قرار خطأ من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا لعيب حرس الحدود كان بيطلب بضربه جزاء. تعال نشوف مع بعض برضه هل في لمسه يد ولا لا. اول حاجه ان هو لو الكوره راحت لليد اللي انا معلم عليها ديت يبقى ضربه الجزاء موجوده، لان هنا اليد مكبره حجم الجسم. لما نشوف مع بعض كده اهوت هتلاقي فعلا الكوره راحت لليد. كوره زي ديت في اخر المباراه ما تتحسبش ضربه جزاء والفار ما يجيبش الحكم يشوفها، يعني قرار غريب جدا من الحكم ومن الفار. لعبه زي ديت ضربه الجزاء موجوده لصالح حرس الحدود، لو الفار اتدخل وشاف شغله كان ممكن يحسب ضربه جزاء
على نادي الزمالك في نهايه المباراه، لكن هنا الفار ما اتدخلش. طبعا قرار غريب جدا من الفار. دي كانت اهم الحالات التحكيميه معانا النهارده في مباراه نادي الزمالك وفريق حرس الحدود.